السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج العرب حبايب قلبي صفوا النية كده، تفعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش يا ولاد تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبايبي ده فنجان برج العرب وتاريخ النهاردة. انت كنت داخل مشروع كبير، والشخصية كده كان بتتواطئ معاه على ناس كتيرة، بتواطئ معاها الناس دي أعدائك في حياتك المهنية، كان بيظبط معاهم ان هو يأذيك. الشخصية دي قريبة منك، ودي عايز يديك الضربة، اللي بيقولك الضربة القاضية. فانت عرفت في الوقت الحالي، اكتشفت خيانته وتخلصت منه، ودي حاجة كبيرة. انت هتزعل وتتضايق وهتتوجع، لكن انت بعد كده هتظبط دنيتك تاني، وهتمشي على مسيرة معينة. وكمان انت في الموضوع مش هتبدأ تثق في الناس القريبة، ودي حاجة كويسة مش وحشة انت تاخد حذرك من اللي حواليك، بالذات ان انت تخاف ان انت تأمن لحد، تقول اسرارك لحد، وان انت تعرف تفاصيلك وتفاصيل شغلك وحياتك الشخصية، الحاجات دي كلها، ودي ميزة وده مش عيب. فتخلصك من الشخصية دي حتى لو وجعتك هيكون في مصلحة ليك، حياتك هتكون احسن. المشروع اللي هو كان ناوي ان هو يهدمهولك او بيبوظهولك، المشروع ده خلاص، المشروع ده بإذن الله انت هتتوفق فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. والامور هتكون كويسة، والوجع بقى والتعب والحزن اللي انت فيه ده هتبدأ تعيش حياتك بشكل طبيعي. كمان في حاجة، في في واحدة بتتكلم عليك بالسوء، واقفة في حياتك وبتتكلم بأسلوب مش حلو. كمان انت عارفينها، عارف هي مين وعارف تفاصيلها وعارف كل حاجة عنها، لكن انت ساكت. ساكت لان انت ما تقدرش تستغنى عنها. انت شايف ان الخسارة دي هتدمر حياتك، يعني مش خسارتها مش بالنسبة لك مكسب. لو انت خسرتها دي هتأثر عليك وعلى حياتك. عارف كويس وبتحكد وبتحسدك، وان الشخصية دي واقفة كده زي لقمة في الزور، واقفة في كل شيء، كل خير ليك، ورغم كده انت مستحمل وعارف. انت عارف كل حاجة، انت عارف كل شيء، عارف ان الشخصية دي بتأذيك وبتتكلم عليك في السوق وبتحكد عليك، بس وجودها في حياتك بالنسبة لك مهم. يمكن تكون بتخلص لك حاجات انت ما بتعرفش تعملها، بتسلك لك امور، بتساعدك في شغل انت معتمد اعتماد كلي في حياتك. فان انت تبعد عنها دي حاجة بالنسبة لك صعبة، او كمان يمكن مستحيلة. انت الفترة الجاية تحاول تشوف بديل عن الشخصية دي، لو هي نفعك في حياتك المهنية او في بيتك او مع اسرتك. تحاول قبل ما توجهها بشيء، تحاول ان انت تشوف البديل ليها غير الشخصية دي، يقف جنبك ويساندك، وبعد كده اتخلص، يعني تبعدها عنك وتشوف شخصية تانية. وقبل ما تتكلم في الموضوع ده دور على البديل. فخلي عندك فيه اختيار تاني، عشان لما تبعد الشخصية دي ما تحسش ان دنيتك باظت، ما تحسش ان انت حياتك قفلت.
هيكون عندك البديل، والبديل هيكون افضل وهيساعدك بطريقة احسن وهيوسع لك حياتك، وحياتك مش هتقف على الشخصية دي. انت عارفها، عارف الشخصية دي، حاول ان انت تبعدها في اقرب وقت وفي اقرب فرصة. بالنسبة لك دي شر مش خير. كمان في عندك طاقة حسد كبيرة. حسد من الناحية العملية، في ناس عندك في عملك بيحسدوك وبيحقدوا عليك، بيحقدوا على المنصب اللي انت وصله، الازدهار اللي موجود في حياتك، بيحقدوا على كل حاجة انت بتمر بيها. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. حاول ان انت تبعد من الطاقات دي، لان الطاقات دي طاقتهم بالنسبة لك سلبية وبتأثر عليك بالسلبية مش الإيجابية اصلا. حاول تبعد. اللي انت بتقوم بيه مسؤولياتك ومسؤوليتك، كل اللي انت نهايته هيكون في استقرار، واستقرار قريب مش بعيد. يعني استخراج خلاص هي نقطة واحدة، هتلاقي فيه خطوات هتبدأ تتحرك معاك. لو بتشتغل هتشتهر في عملك. لو انت بتدور على شغل هتلاقي شغل يناسبك جدا. والاستقرار ده، العمل ده هيخلي عندك استقرار، وهيكون معاك في وفرة ان انت تصرف على مسؤوليتك اي من كان بقى نوع المسؤولية. انت مسؤولية اشخاص، مسؤولية دراستك، مسؤولية عليك، حد كلفك بمسؤولية، كل ده بيخص عملك او بيخص العلاقة. فان شاء الله هتقدر تستقر في حياتك. انت كنت عايش فترة ان انت مش عارف تخرج من مأزق انت كنت عايش فيه، عامل زي ما يكون كده الطاقة السلبية اللي كانت موجودة. الغمامة شخص كان يعني عامل كده زي ما بيقولوا قافل عن نفسك، اللي عامل لك عمل بوظ لك حياتك. شخص بقى شخص بقى صحلك، عامل لك مشكلة، عامل لك حاجة، كان بالنسبة لك عمل لك إجهاد عاطفي، إجهاد نفسي. الشخصية دي عملت لك حاجات كتيرة، إن هي عاملة غمامة، عملت حاجات كتيرة في بعد بينك وبين شخص. الشخص ده كان السبب، آه، آم، كان بسبب كده كان في عن بعد الشخص عنك. ممكن الشخص ده من برج الأسد، برج هوائي، ممكن يكون حمل، ممكن كمان يكون جوزاء، وممكن يكون الأبراج النارية اللي هو الأسد وقوس وحمل. طيب، في بعد بينك وبين الشخص في الوقت الحالي. الشخص ده ممكن يكون بيقرب، أو هو قرب من شخص تاني، هو سابك و... وفاتك، وبعد عرف
ممكن يكون سابك وراح لشخص تاني او راح لطريق معين، وقابل في الطريق ده شخص. طيب انا هروح بقى من مستقبلي مسافر، المهم ان هو عثر في شخصية تانية، او هو بيرسم طريقه، او هو معاك بيرسم طريق وعثر بقى في حاجة تانية، ايا كان بقى الحاجة اللي بقت قدامه، حصل تفرقة بينك وبين الشخص ده. هتقول لا، لسه مرتبطين ببعض او موجودين مع بعض. هيحصل تفرقة بينهم، ما بيلتقوش.